ازيكم عاملين ايه؟ بقالنا كتير قوي ما قعدناش القعده دي. في حاجات كتير حصلت، اكثرها وضوحا ان انا جبت لينس جديده. ممكن تكونوا واخدين بالكم من الكادر مختلف شويه، وانا قريبه قوي من العدسه. يعني بصوا، قبل كده كان بيبقى في مسافه كبيره بيني وبين الكاميرا، فلما بحب اقطع كليبس او اعيد تاني لازم امشي مترات لحد ما اعرف اوصل. دلوقتي انا ممكن المسها عادي، انا ممكن افلوج بالكاميرا دي، مفيش مشكله خالص. المهم انتوا عاملين ايه؟ قربنا نوصل للبدايه الرسميه للموسم الشتاء. انا ومكتبتي مستعدين، بس للاسف الشتاء من اكتر المواسم اللي فعلا لما بتعدي عليا ببقى متضايقه جدا، لان انا ببقى عيانه اغلب الوقت وببقى بردانه ومش عارفه اتحرك ومش عارفه اعمل اكتيفيتيز، وكمان قدرتي على القرايه وعمل الانشطه وتصوير الفيديوهات بتقل برضه. بيبدا يجي السيزونال ديبريشن اللي ممكن يكون بيجي الناس كتير في الصيف، بس بيجي لي انا في الشتاء. الغيوم والمطره والشمس القليله والفتره الصباحيه اللي بتخلص بسرعه، كل دي حاجات بتضايقني في العموم، لان انا شخص بينشط اكتر في النهار. قربنا نوصل لنهايه السنه وبدايه السنه الجديده والريزوليوشنز اللي بنحب نبدا بيها كل سنه، بس لحد ما السنه تنتهي رسميا واقدر اقول لكم كده صراحه انا قريت العدد ده من الكتب في السنه. انا جايه لكم النهارده اكلمكم عن حاجه ممكن تكون قريبه شويه من الريزوليوشنز، ولكن مش بالضروره نتكلم فيها عن الكتب اللي اتقرت قبل كده. النهارده هنتكلم عن 26 كتاب انا محتاجه اقراهم في 2026، ومش هخلي ده فيديو تي بي ار او لستة الكتب اللي ممكن اقراها السنه الجايه، لان في كتب كتير على الليسته دي انا بقالي سنين طويله قوي محتاجه اقراها وعايزه اقراها فعلا، ولازم احط بقى حد خلاص للي بيحصل ده. ما ينفعش اقعد اقول لا هقرا ده قريب هقرا ده قريب لحد ما يعدي 10 سنين وانا لسه ما قريتوش لحد دلوقتي، خصوصا كمان ان بعض الكتب دي بيتعمل لها ادابتيشنز الفتره دي، هتبقى فيلم او مسلسل، فعايزه اشوف الادابتيشن وانا قاريه الكتاب. فانا هجبر نفسي اقرا ال 26 كتاب دول، وفي نهايه السنه اللي جايه لو لينا عمر ان شاء الله هعمل فيديو برياكت فيه للكتب دي واشوف هل هي فعلا لما قريتها عجبتني ولا ما عجبتني. قولوا لي في الكومنتس ايه الكتب اللي انتوا ناويين فعلا تقروها السنه الجايه، ونشوف يمكن في حاجات مشتركه بينا او حاجات ممكن نكون قريناها قبل كده. انا اريج، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ويلا بينا. انا مقسمه ل 26 كتاب بناء على الجانرا، وهنبدا بدايه غريبه شويه، ساي فاي. انا في العادي مش بقرا خيال علمي خالص، لكن الكتاب ده شدني قوي بصراحه، خصوصا ان هو بيتعمل فيلم دلوقتي هينزل اصلا كمان اسبوعين 3 ولا حاجه. بروجكت هيل ماري لاندي وير، اللي كتب ذا مارشن كمان بالمناسبه، واتعمل فيلم وكان فيلم ناجح جدا. سمعت كلام كتير عن ان كتابه اندي وير من الكتابات السهله اللي اي حد عايز يبدا ساي فاي ممكن يبدا بيها، لان هو مش بيستصعب المعلومات، مش بيقدم كلام كتير الواحد مش فاهمه لو هو قارئ عادي مش مهتم ومش نهم قوي بالساي فاي. فقررت ان انا هبدا الكتاب ده، يمكن يشجعني يحسسني ان انا ممكن اكون بحب الساي فاي عادي مش زي ما انا كنت متخيل. بيتكلم عن رائد فضاء صحي في سفينه فضاء، لقى نفسه لوحده تماما وما عندوش اي ذكريات عن اي حاجه حصلت له قبل كده، ولقى في 2 من زمايله في المركبه الفضائيه دي متوفيين، وبمرور الوقت بيبدا يكتشف ان هم كانوا مبعوثين في رحله معينه المفروض يعملوا حاجه عشان ينقذوا اللي باقي من البشريه، بس هو مش عارف يفتكر اصلا هو جاي هنا يعمل ايه ولا حياته كانت بتنص على ايه في البدايه. فبنخوض معاه رحلته وهو بيستكشف المكان اللي هو فيه وبيستكشف وظيفته والفضاء بشكل عام، ويحاول يفتكر هو كان جاي عشان يعمل ايه اصلا. في العادي مش بحب القصص اللي بتركز على الفضاء او رواد الفضاء، يعني انا من الناس اللي ما حبتش فيلم انترستيلر خالص بالمناسبه. بحب اكتر القصص اللي ممكن تكون بتركز على اي او اندرويدز وسايبورجز والحاجات دي، بس هنجرب وهنشوف. الثريلرز بقى عندي 3 كتب، والثريلرز في العادي انا بحب ادخلها معرفش عنها تفاصيل كتير، ببقى واخده ريكومنديشن من حد قرا الكتاب قبل كده او حد انا واثقه في رايه، وبدخل الكتاب على طول من غير ما اقرا ديسكريبشن او سينوبسس او اعرف اي تفاصيل. فعشان كده مش هديكم تفاصيل كتير وانا بتكلم عن الكتب دي، لو انتوا حابين ممكن تدخلوا على جود ريدز وتعرفوا تفاصيل اكتر. هوم بيفور دارك لرايلي سيجر، اللي بالمناسبه هيكون الكتاب الاخير ليا لرايلي سيجر، اللي هحدد على اساسه انا هكمل قراءه للكاتب ده ولا مش هكمل قراءته. انا بقيت بعمل في دماغي كده فكره ان انا هقرا للشخص ده 3 روايات، لو ال3 فعلا اثبتوا ان هم مش عاجبني يبقى الشخص ده مش مناسب ليا ومش هكمل قراءه في الجانرا بتاعه. هوم بيفور دارك من احسن الكتب اللي واخده ريتنج لرايلي سيجر على جود ريدز. بيتكلم عن قصه هورور ستوري تقليديه لواحده كانت عايشه في بيت اتضح ان هو مسكون، وبعد كده هي واهلها سابوا البيت ده، وابوها كتب ميموار قصه حقيقيه بتتكلم عن الاحداث اللي حصلت له في البيت ده، وبعد مرور الزمن هي بتضطر لسبب ما ترجع البيت ده تاني. الكتاب بيتبع 2 تايم لاينز، يعني التايم لاين بتاع الكتاب اللي ابوها كتبه، والتايم لاين بتاع شخصيتنا الرئيسيه دي لما رجعت للبيت تاني بعد مرور الزمن. البريمس شكله ممتع شويه، اعتقد هيكون فيه جزء رعب او هورر، ولكن انا قريت هورر قبل كده لرايلي سيجر وما كانش بيخوف بصراحه، فهنجرب وهنشوف برضه. بعد كده ذا جاد اوف ذا وودز لليز مور، كتاب مختلف شويه عن الثريلرز العاديه، هو كورت روم ثريلر اكتر، يعني احداثه بتدور في محكمة،
بيتكلم عن زي urban legend او مش legend بقى، هي حاجه حصلت فعلا، في حدث حصل من 40 50 سنه فاتت، ان في واحده فقدت او اختفت في سمر كامب في غابة معينة قريبة من بيت الشخص اللي احنا بنتبع قصته. وتقريبا بعد الفترة دي ما عدت، دلوقتي في disappearance تاني أو فقدان تاني لشخص حصل في نفس المكان. فالتحقيق والمحاكمة بيحصلوا، وبيبدأ يخلينا نستكشف حاجات عن الحادثة اللي حصلت قبل كده اللي احنا معرفناش نوصل فيها لحاجة. بحب الكولد كيسز، بس مش متأكدة ان انا هستمتع قوي بفكرة الكورت روم ثريلر دي بصراحة. آخر كتاب في الثريلرز ذا بوش لاشلي اودرين، والكتاب ده خد جوائز كتير قوي من ساعة ما اتنشر. هو اتنشر من قريب، انا كنت حاضرة وقت ما اتنشر، ولكن ساعتها ما كنتش مهتمة قوي بالثريلرز، وبدأت اهتم بيها قريب، فحاسة ان انا عايزة اقراه. هو اللي سمعته ان هو سايكولوجيكال ثريلر، يعني غموض نفسي، بيناقش البوست بارتم ديبريشن والسايكوزز، يعني الاكتئاب والفصام اللي ممكن يحصلوا في عملية الحمل وما بعد الحمل والولادة. وفي عنصر صغير جوه القصة دي ممكن يكون سوبر ناتشرال، خارق للطبيعة، ولكن احنا مش متأكدين هل الكتاب بيتبع عنصر سوبر ناتشرال ولا الكلام كله عادي، وهي الشخصية الرئيسية بتمر فعلا بسايكوزز او ضلالات ممكن تخليها تتخيل حاجات مش حقيقية. في الهورور بقى اللي انا بدأت اقراه مؤخرا جدا، لان انا شخص خواف بالعادي، مش بقرا هورور خالص، بس بدأت اقرا هورور ولقيت ان هو بصراحة ما بيخوفش. فمش عارفة هل الكتب اللي انا بقراها هي فعلا اللي مش بتخوف، ولا الهورور ككتابة مش بيخوفني لكن انا بخاف من الميديا المختلفة زي الافلام والمسلسلات مثلا. الكتاب الوحيد اللي عندي The Possession of Alba Diaz لإيزابيل كانيوس، اظن ان هو بيدور في المكسيك او في دول لاتين امريكا. بيتكلم عن واحدة ملبوسة، هو من اسمه حرفيا، هي اتلبست راحت ماين او منجم كان حبيبها بيشتغل فيه، واتلبست هناك. كان في زي جن او عفريت هناك لبسها، واحنا بنتابع قصتها وهي ملبوسه وهي اوير، يعني هي مدركه ان هي ملبوسه وعارفه ايه اللي بيحصل لها، وبنمر بتجربتها بقى مع في معاملاتها مع الناس اللي حواليها من البوينت اوف فيو بتاعتها هي بقى، مش حد بيتفرج عليها وهي ملبوسه، لكن هي من جواها ومن افكارها والحاجات اللي بتمر بيها. سمعت كلام كتير بيقول ان هو فعلا مش رعب قوي، الكونسبت ممكن يكون مرعب شويه، لكن الاحداث اللي بتحصل مش بتخوف بالضروره، لان احنا عارفين هي موقفها ايه وعارفين حصل لها ايه، وان هي بتحاول تتخلص من اللي بيحصل لها ده. الفانتسي الجانر الاساسي اللي انا بقراه غالبا هو والرومانس، هو اللي فيه كلام كتير بقى وحاجات كتير انا فعلا عايزه اقراها، بس بماطل فيها وباجلها، لان انا بحس اوقات كتير ان قرايه الفانتسي محتاجه تركيز تام، محتاجه ان انا ابقى قاعده مفيش اي ديستراكشنز، مفيش اي معوقات، وده للاسف ما بقتش بعرف اوفره فترات طويله. فبقيت بماطل واقول لا مش دلوقتي، واجل لحد ما بقى متراكم عندي كتب فانتسي كتير جدا محتاجه اقراها وما قريتهاش لحد دلوقتي. هنعدي عليهم بسرعه. اول واحد Assassin's Apprentice لروبن هوب، هو البدايه بتاعه ثلاثيه فارسير، اللي هي البداية بتاعت سلسلة The Realm of the Elderlings، من أول سلاسل الفانتسي اللي كمان بتحسس بشوية وورمث أو دفى. بتتبع قصة واحد من وهو طفل صغير لحد ما بيكبر في العمر أو في الرانك بتاعه وبيبقى شخص ناجح جدا. بيتبع قصة ولد كان باسترد، يعني الابن الغير شرعي لواحد كبير قوي في المملكة اللي احنا فيها، وفضل عايش فترة من حياته في الشارع، وبعد كده احتاجوه في الكورت بتاعهم فاخدوه، ويبدأ بقى يسيستم حياته من أول وجديد، ويحاول يتأقلم على حياته في الكورت ده. وهو عنده سوبر ناتشرال باور، وهي إن هو بيقدر يتواصل بطريقة مختلفة شوية مع الحيوانات. ستاند الون بقى ذا سورد اوف كيجن لإيميل وانج، اللي هو كان الديبيو بتاع المؤلفة دي، وبرغم كده نجح نجاح كويس جدا جدا جدا. ومش سهل إن الواحد يكتب رواية فانتسي تكون ستاند الون واقفة بذاتها ملهاش سلسلة أو مكملات وتكون ناجحة النجاح ده. بتركز أكتر على عواطف الشخصيات من العالم اللي احنا فيه أو الحاجات المختلفة اللي ممكن نقابلها. قريت لها كتاب نشرته بعد كده كان اسمه Blood over Bright Haven، وكان كتاب ممتاز، إلا إنه كان on the nose زيادة عن اللزوم. يعني لما بيحاول يوصل رسالة بيوصلها بوضوح قوي قوي قوي، يعني الأعمى هيعرف يشوف الرسالة اللي بتحاول توصل. فهجرب الكتاب ده وأشوف إحساسي إيه تجاهه. كوزي فانتسي بقى The House in the Cerulean Sea لتيجي كلون، الكتاب اللي يمكن بدأ فكرة الكوزي فانتسي. وأنا بصراحة ما قريتش كوزي فانتسي قبل كده، لأن أنا لما بحب أقرأ فانتسي ببقى عايزة فانتسي بجد، مش ببقى عايزة حاجة خفيفة لذيذة بتقضي وقت يعني. إلا إن ممكن إيميلي وايلدز انسايكلوبيديا اوف فيريز يتم اعتباره كوزي فانتسي، ولكن أنا لما قريته بصراحة ما حسيتش كده، لأن إحنا كنا في دولة شبيهة بأيسلندا، وكان الجو برد جدا 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 يعني، فما حسيتش بأي حاجة كوزي في الموضوع. وبالمناسبة
بالمناسبة الكتاب ده برضو ما عجبنيش يعني. The House in the Cerulean Sea بيتكلم عن واحد في عالم سحري بيزور الأورفنجز أو دار الأيتام بتاعة الأطفال اللي عندهم قوة سحرية أو مختلفين شوية. فبيتم استدعاء الشخص ده لدار أيتام معين كده فيه أطفال مشاغبين جدا، بيروحوا وبيبدأ يستكشف العالم هناك وبيتعامل مع الشخصيات ويكون صداقات معاهم. الكتاب اتقال عليه إن هو من الكتب الدافية جدا الممتعة اللي بتخلي الواحد يبقى مبسوط بعد ما يخلصها، وأنا بصراحة محتاجة ده قوي الفترة دي، فأتمنى إن هو يليف اب للإكسبكتيشنز دي. كتابين ممكن يكونوا هورور فانتسي شوية، وده جنرال بصراحة عمري ما دخلت فيه قبل كده. أول واحد سلو فوت لبرام، وده سمعت عنه كلام كتير قوي، حتى الكفر بتاعه غريب وممكن يكون disturbing شوية. بيتكلم عن واحدة في الفترة اللي كان فيها الويتش ترايلز، ناس كتير ستات كتير بيتم اتهامهم بأن هم ساحرات وبيتم حبسهم وبعد كده حرقهم أحياء بتهمة أن هم ساحرات أو جن أو ملبوسين ومش طبيعيين ولازم نتخلص منهم بالحرق عشان الجن ده يموت. الست دي اترملت في بداية جوازها، فأغلب الناس قالوا إن هي السبب، هي اللي عملت كده في جوزها، فهتجري منهم وتهرب، وفي الطريق هتتعثر في سبيريت أو روح، احنا مش عارفين ايه الانتيتي دي بالظبط، اسمها سلوف. بيتقابلوا مع بعض وبيعملوا مش صداقة بقى، لا هي علاقة تبادل منفعة، وبنعرف شوية معلومات عن التاريخ بتاع الفترة اللي كان فيها الويتش ترايلز دي. حاجة تانية قريبة في الفكرة، نيتل أند بون لتي كينج فيشر. أنا بصراحة نفسي أقرأ لتي كينج فيشر من زمان، بس ده أول كتاب فعلا شدني قوي قوي قوي. بطلتنا في عالم فيه ملك عذب اخواتها واحنا مش عارفين عذبهم ازاي بالظبط، فهي قررت ان هي هتروح لساحره. الساحره هنا دي جريف ويتش، يعني ساحره مقابر، بتزورها وتقول لها ان هي عايزه تنقذ اخواتها، فبتديها طريقه، بتقول لها الطريقه دي هتقدر تقتل بيها الامير او الملك اللي بيعذب اخواتها دول، بس لازم تعمل 3 ديدلي تاسكس، يعني تاسكس صعبه جدا لدرجه الموت. فاحنا بقى بنخوض رحلتها وهي بتعمل الحاجات دي، وبتقابل ناس في الطريق بيكونوا زي فاوند فاميلي كده، بيتعرفوا على بعض وبيخوضوا الرحله كلهم مع بعض. ذا ويل اوف ذا ماني لجيمس ايلينغتون، هو لسه نازل اصلا من قريب، بيتكلم عن الويل باور او الاراده كانها مالتي ليفل ماركتنج MLM سيستم، يعني الكبير بيقدر ياخد الويل بتاعه الصغير وده بيديه زي بوينتس اكتر، فكل ما الشخص كان معاه ويل اكتر او بوينتس اكتر يقدر يعمل حاجات اكتر في العالم ده. بصراحه سيستم مميز جدا وعندي فضول قوي اعرف هو ماشي ازاي وتفاصيل عنه اكتر، خصوصا ان هو واخد ريتنجز عاليه قوي على جودريدز. اخر كتاب في الفانتسي ريد سيتي لماري لو. ماري لو كانت مؤلفه يانج ادلت فانتسي، كانت مشهوره قوي في الفتره من 2010 ل 2015، بعد كده خدت بريك معرفش كانت فين، وده اول كتاب تنزله من فتره طويله، وكتاب ادلت فانتسي بقى، فانا متحمسه اشوفه. فكره ان في مدينه مشابهه للوس انجلوس او لاس فيجاس وفيها عصابات متنافسين بعض في السحر كده محمساني شويه. حسيت من السينوبسيس ان هو ممكن يكون مركز اكتر على الرومانس من الفانتسي، برغم ان هو ما كانش متصنف رومانتسي خالص، بس الكفر اثار فضولي والبلوت شكله ممكن يكون ممتع. بيفكرني شويه بسلسله 6 اوف كروز اللي ليه بردوجو، فيمكن يكون برضو قريب منه طريقه الكتابه ودرجه الاستمتاع. الرومانتسي في كتير قوي من الرومانتسي بقى موجود دلوقتي لدرجه ان الواحد ما بقاش عارف يقرا ايه ولا ايه، وكل حاجه بقت بتاخد فوق ال4 ستارز، فحتى ما بقتش بثق في الريفيوز بتاعت جود ريدز لان ناس كتير بتدي 4 ستارز لكتب بحس ان هي بصراحه مش حلوه قوي. كل الكتب دلوقتي بقت بتتقارن بكتب سارة جي ماس اللي هي اصلا من الكتب اللي ما عجبتنيش، فلما حد يقول ان هو مشابه لسارة جي ماس انا كده ما اتبسطتش، ولكن دي بقت وسيله تسويق. فمن قريب على انستجرام طلبت منكم ترشحوا لي الكتب الرومانتسي اللي عجبتكم الفتره اللي فاتت، ودي معظم الترشيحات اللي لقيتها متكرره، فهعدي عليهم سريعا من غير ما اتكلم قوي في تفاصيل، لان الرومانتسي في الاول وفي الاخر هو عالم فانتسي مركزين فيه اكتر على رومانس ما بين شخصين. اول واحد شيلد اوف سباروز لدافني بيري. قريت لدافني بيري كتاب كونتمبوراري عادي، هي كانت بتكتب رومانس عادي قبل كده، كان اسمه ليترز تو مولي، ما عجبنيش بصراحه مع انه واخد ريفيوز كويسه قوي، بس شيلد اوف سباروز ناس كتير اتكلمت عنه فهنشوف ايه الدنيا. The Serpent and the Wolf لريبيكا روبنسون. كل الكتب دلوقتي بقت لازم ذا حاجه ان ذا حاجه، وذا سيربنت دي شفتها مثلا في 3 كتب لحد دلوقتي، فليه يا جماعه الناس يعني بقت بتمشي حتى في تروبس في طريقه تسميه الكتب، ليه ما نعرفش نالف كده اسماء حلوه زي برضو ذا نيف اند ذا مون لريتشل جيليج، بس ده الكتاب الثاني من سلسله ذا نايت اند ذا ماس اللي انا قريت الكتاب الاول منه السنه دي واتبسطت بيه جدا. وبالمناسبه كمان ممكن تقروا لها ثنائيه ذا شيبرد كينج اللي اول كتاب فيها وان دارك ويندو اللي كانت من احسن الكتب اللي قريتها السنه اللي فاتت وارشحها
لاي حد عايز يبدا رومانسي. بعد كده كتب بقى مش ماشيه على التروب ده. روز اند تشينز لجولي سوتو. انا عارفه ان جولي سوتو كانت بتكتب برضه كونتمبراري رومانس قبل كده، واشهر كتاب شفته ليها كان فورجيت مي نوت، واللي كنت عايزه اقراه برضه من فتره بس نسيت بصراحه. الكفر شكله حلو قوي ومحمسني ان انا اقراه. بعد كده كويك سيلفر، الكفر بتاعه وحش قوي بقى، و12 تقريبا في بدايه السنه دي او نهايه السنه اللي فاتت، وناس كتير قوي اتكلمت عنه. بس انا اول ما فتحت الاوديو بوك لقيته تقريبا 20 ساعه او اكتر. حسيت ان انا ليه حد يكتب كتاب الاوديو بوك بتاعه ممكن يكون 20 ساعه وهو في الاخر رومانسي؟ يعني انا اكيد مش محتاجه كل التفاصيل دي عشان كتاب رومانسي. فالموضوع كان انتميديتنج وموتر جدا. بس يعني هحاول لو قدرت at some point في المستقبل السنه دي، السنه الجايه قصدي، لو قدرت at some point في مستقبل السنه الجايه ان انا احاول ابداه، بس مش عايزه اخلصه، بس هحاول ابداه. واخر كتاب بترشيح خاص من ذا بوك ليو، لان انا بحب الريكومنديشنز بتاعتها جدا، تو كيل ا كينجدم لالكسندرا كريستو. ده كتاب قديم شويه وانا شفته اول ما اتنشر، بس كان واخد ريتنجز مش حلوه، فحسيت ان انا ممكن ما يعجبنيش. بيتكلم عن السايرنز او الميرميدز، الحوريات، وشفت ده اتعمل في كتب قبل كده بس ما كانش حلو قوي. الريكومنديشن ده ما توقعتوش بصراحه من ليوني، هقراه بناء على الترشيح بتاعها واشوف هل احنا ذوقنا متطابق ولا لا. في رومانس، برغم ان هو يمكن اول او تاني جونرا انا بقرا فيه، بس انا ما بيبقاش عندي لستة او تي بي ار للكتب الرومانس اللي هقراها. انا بيعدي عليا كتاب حسيت ان هو عاجبني، خلاص انا هقرا الكتاب ده في ساعتها، مش بيستنوا معايا. ولكن الكتاب اللي شدني، اللي فعلا قدرت اعتبره واحد عايزه اقراه السنه الجايه، لسه ما قريتوش لحد دلوقتي، اسمه ذا لاف اوف ماي افتر لايف لكريستي جرينوود. هو من اسمه كده بيتكلم عن واحده في بدايه القصه بنلاقيها ماتت، وهي في الويتنج روم بتاعه اوضه الانتظار بتاعه الافتر لايف او الحياه الاخرى، بتقابل واحد المفروض ان هو السول ميت بتاعها، وبتحاول بقى تدور على طريقه ترجع بيها لعالم الاحياء تاني عشان تقابله في الحقيقه. بتفكرني بقصه قريتها على واد باد زمان قوي، كان اسمها ديد بات نوت بيريد. كان كتاب دمه خفيف بصراحه، برغم ان هو اي نهايه متوقعه لكتاب زي ده في الغالب هيكونوا الاثنين ماتوا عشان يقدروا يقابلوا بعض في الافتر لايف، فممكن تكون بيتر سويت شويه، بس هنجرب ونشوف. literary fiction ده جنرا انا في العادي مش بقرا منه كتير، بس الكتاب اللي شدني If an Egyptian Cannot Speak English لنور ناجا، Egyptian author بالمناسبه. بيتكلم عن 2 مصريين، الميل مين كاركتر اتولد وكبر في مصر، كان مصور وقت ثورة 2011 وبعد كده بقى عواطلي ومش لاقي شغل وبقى ادكتد وعايش حياة ديبريسنج جدا. والفيميل مين كاركتر هي ايجيبشن امريكان، يعني اتولدت في امريكا وعاشت حياتها كلها في امريكا وراجعه مصر عشان تزورها لاول مره وتكتشفها وتحاول تكونكت مع الروتس اللي هي جت منها. بيقابلوا بعض وبتنشأ بينهم علاقه غريبه شويه، اعتقد ان هي ممكن تكون disturbing اكتر. في كومنتري او تعليق كتير على السوسيو ايكونوميك ليفلز بتاعه المصريين بغض النظر عن النشأة بتاعتهم. حاسه ان هو ممكن يكون كتاب ممتع، مش بالضروره هيكون هايلي ريتد او واخد ريفيوز كويسه، بس عندي فضول اشوف ازاي الكوميونتي المصري بياخد ريبريزنتيشن قدام الاجانب باللغات التانية. جرافيك نوفلز مفيش كتير، هي واحده بس، الجرافيك نوفل بتاعه ذا ريفن بويز لماجي ستيفاتر، اللي هي اصلا كانت سلسله من 4 كتب عادي ما كانش فيها صور، بس اتعمل لها ريميك كجرافيك نوفل السنه دي. وانا ما قريتهاش قبل كده، ما قريتش السلسله قبل كده، لان انا سمعت كلام عنها ان طريقه النثر فيها اللي هي البيربل بروز او اللي بيبقى فيها رومانتيسيزم زياده عن اللزوم وفيها قافيه وكلام متطابق وديسكريبشنز زياده فلاوري كده، انا مش بحبها، مش بحب طريقه الكتابه دي، فما قريتهاش قبل كده. بس لما لقيت ان هي هتتعمل جرافيك نوفل حسيت ان انا ممكن استهلك نوع الميديم ده احسن شويه، وعايزه اتعرف على القصه، فقلت هجرب اقرا الجرافيك نوفل. الكلاسيكس هو الجونرا الاقل قراءه على الاطلاق. انا قريت كلاسيكس كتير على مدار حياتي من ساعه ما بدات قراءه، خصوصا ان انا كنت بدرسها في المدرسه، فعدت عليا في مراحل كتير من ابتدائي لاعدادي لثانوي، وبعد كده بقيت انا ويلنجلي بمزاجي بقرا كلاسيكس اللي انا عايزاها في الكليه وما بعدها. مش بحبها قوي لان انا بستصعب اللغه شويه، بحس ان احنا بنقضي وقت طويل في تفاصيل مش محتاجين نتطرق ليها زي طريقه الكتابه بتاعت دلوقتي، فمش بقرا الا الحاجات اللي انا حاسه ان انا فعلا عايزه اقراها لان هي ممكن تكون متطابقه مع ذوقي شويه. عندي كتابين عايزه اقراهم السنه دي فعلا لان انا اجلتهم كتير قوي. اولهم ذا بيكتشر اوف دوريان جراي لاوسكار وايلد، اللي طبعا كل الناس عارفه هو بيتكلم عن ايه، عن واحد عمل زي ديل كده مع الشيطان ان هو يفضل صغير في السن وشكله وسيم في مقابل انه يخبي بورتريه ليه في اوضه مستخبيه في بيته، والبورتريه ده بيكبر في السن، وكل ما البطل عمل حاجه وحشه كل ما البورتريه بقى شكله وحش، بيبين مدى فداحه الحاجات اللي هو بيعملها. الكونسبت ده كان مغري جدا ليا من ساعه ما سمعت عنه، بس كنت بماطل، معرفش ليه بماطل، يمكن عشان مستصعبه شويه كتابه اوسكار وايلد، بس بصراحه ما ينفعش اجل اكتر من كده. والكتاب الثاني وذرينج هايتس لإيميلي برونتي. انا كنت قريت جين اير لشارلوت برونتي، وبصراحه ما قريتش حاجه الان، هي تقريبا كتبت كتاب واحد بس،
خالص، بس جين اير كان من كتبي المفضله وقت ما قريته. ووذرينج هايتس بيتعمل فيلم، اي نعم فيلم في الغالب هيكون ملوش اي علاقه بالسورس ماتيريال، وهيكون من الادابتيشنز الهابطه جدا اللي هتاخد ريتنجز وحشه، لان هي اوريدي واخده ريتنجز وحشه من ساعه ما التريلر نزل وكل الناس متضايقه جدا. بس انا عايزه اقراه عشان عايزه ابقى عارفه السورس ماتيريال، عايزه اعرف هم بوظوا ايه او عملوا مشكله في ايه بالظبط. وذرينج هايتس بيتكلم عن تراجيدي، بصراحه هو مش رومانس خالص، ما بين اتنين مختلفين تماما في السوسيو ايكونوميك ليفل بتاعهم، واحده من علية القوم وواحد يعتبر سيرفنت او سليف، العبد بتاعهم. العلاقه توكسيك جدا، وما اعتقدش ان النهايه نهايه سعيده. وعارفه ان في كومنتري كويس على اختلاف الطبقات الاجتماعيه، فحتى لو ما كانش ممتع كفايه اظن هيكون في تعليقات صادمه جدا للفتره دي. النون فيكشن اللي انا بدات شويه اقرا فيه السنه اللي فاتت وجربت كتابين بصراحه ما عجبونيش خالص، بس بدات احاول انتقي قراءاتي احسن من كده، ما ادورش على الكتب المشهوره بل الكتب اللي هتكون مناسبه للي انا بدور عليه وذوقي في العادي. عندي 3 كتب: I'm Glad My Mom Died لجانيت ماكاردي، اللي كان بيتفرج منكم زمان على نيكلوديان وكان بيشوف مسلسل اي كارلي. جانيت ماكاردي كانت هي البطله مع ميريندا كوزجروف، وانا كنت بحب المسلسل ده جدا. وبعد كده اختفت عن الانظار فتره طويله وظهرت بالكتاب ده. الكتاب اصلا عنوانه صادم جدا، وجي في بالي ان هو اكيد هيتكلم عن حاجه من اتنين: يا اما مامة جانيت كانت بتمر بمرض صعب جدا كان مؤذي ليها وهي عايشه، فوفاتها كانت اريح ليها، او ان مامتها كانت شخص سيء جدا واذاها كتير عشان كده ممكن هي تحس بالشعور ده. فالماركتنج كله كان طبعا على عنوان الكتاب، وناس كتير على فكره شكرت فيه مش بس في العنوان او عشان هي حد مشهور. فانا عندي فضول اقرا، لان انا بحب قوي اقرا العلاقات الاجتماعيه بين الناس اللي المفروض تكون طبيعيه بس بتخرج عن الطبيعي. وده يدخلنا في الكتاب الثاني اللي عايزه اقراه، نون فيكشن All in Her Head لإليزابيث كومان. إليزابيث كومان دكتوره بالمناسبه، والكتاب بيتكلم عن الميثs او الاساطير، المشاكل اللي بتواجهها الستات في مجال العلاج والطب. ان ستات كتير بتيجي تشتكي من شكاوى عشان الطب ما تطورش كفايه ان هو يدرس جسم الست اكتر ويعرف تفاصيل اكتر عن الاسباب اللي ممكن تؤدي لامراض عندها، او جهل بعض الدكاتره بالحاجات اللي بتخص الستات بالذات. كل ده بيؤدي في الاخر ان احنا بنبدا نلقي اللوم على البيشنت او المريضه نفسها، ونقول لها ان هي بتتخيل او ان كل ده في دماغها، وان هي فعلا ما عندهاش حاجه فيزيكال، مرض حقيقي تقدر تشتكي منه. واغلب الستات شكواها بتتحول في الاخر لسايكايتريست، ويتقال ان هي حاجه سايكوجينيك، ان هي حاجه نفسيه اتهيأت لها. وزمان اصلا يمكن من اقل من 100 سنه كمان اي ست كان بيحصل لها اي مشاكل كانت بتتهم بان هي هيستيريكال، وتتحبس في اوضتها او تتاخد مصحه امراض عقليه ويدوها انتي ديبريسنتس عمال على بطال. وزمان كمان ما كانش بقى انتي ديبريسنتس دول، كانوا بيعملوا لها عمليه اسمها الليبوتومي، اللي بتخليها عايشه من غير دماغ كده، يعني هي بتعمل البيزك فانكشنز بتاعتها، تاكل وتشرب وتنام وخلاص، لكن ما بتفكرش. عشان ده كان بيبقى اريح للرجاله ان هم ما يضطروش يتعاملوا مع نوبات الغضب او نوبات الهستيريا بتاعه مراتهم. لان بالنسبه لهم زمان كانت الست شخص عاطفي، شخص ايموشنال، بينهار بسهوله، بيتاثر بسهوله، فكان ده الحل بالنسبه لهم. الكتاب كمان بيتكلم عن اغلب المسكونسبشنز اللي بتعدي على الستات في العيادات بتاعه مختلف التخصصات، والحاجات اللي الدكاتره بيقولوها لهم على انها حقيقه مؤكده وهي اصلا غلط علميا وما ينفعش تطلع من دكتور. اخر كتاب Everything I Know About Love لدولي ألدرتون، هو من اسمه بيتكلم عن طبيعة العلاقات الاجتماعية والحب في العلاقات دي بمختلف أنواعها، مش بس الحب الرومانسي بل الحب بين الأصدقاء، الحب بين أفراد الأسرة، كل المعلومات اللي ممكن تخص الحب كمصطلح. وده توبيك أنا بدأت أدور فيه أكتر من قريب. قريت السنة اللي فاتت كتاب لبيل هوكس بس ما عجبنيش خالص، يمكن لأن هو كان مكتوب من زمان فحسيت إن هو مش مواكب للعصر والمعلومات اللي احنا بنتعرض عليها دلوقتي. كتاب دولي ألدرتون اتنشر أعتقد في ال10 سنين اللي فاتت، ممكن يكون معاصر أكتر شوية، فأتمنى إن هو يقدم لي اللي كتاب بيل هوكس ما قدرش يقدم. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. دول 26 كتاب عايزة أقراهم في 2026 إن شاء الله. قولوا لي في الكومنتس في كتب مشتركة بينا أو في كتب من دول أنتوا قريتوهم، ولو قريتوهم رأيكم إيه فيهم. بسطت قوي إني قعدت معاكم النهاردة، كان بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض وحشتوني جدا. إن شاء الله الفترة اللي جاية الوضع يكون مستقر أكتر وأقدر أبقى consistent أكتر، ملتزم أكتر بميعاد الأبلود بتاع الفيديوهات، ونتكلم مع بعض عن كل الحاجات اللي قريناها السنة دي والحاجات اللي عجبتنا والحاجات اللي ما عجبتناش. أنا أريج، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.